السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وفي صحه وعافيه وانتم كتشاهدوه. خوتي خواتاتي، غنتشارك معكم بطبوط عامر. نبداو على بركه الله وبالصلاه والسلام على رسول الله. عندنا خوتي الفينو وعندنا الفورس. الدقيق على حسب القياس ديالكم، اللي بغا يدير نص كيلو نص كيلو غيديرو، اللي بغا يدير رابعه يديرها، اللي بغا يدير كيلو كيلو. داكشي على حسب القياس ديالكم نتوما، كل واحد والقياس ديالو اللي بغا. عدي درت الفينو، درت الفورس، درت الخميره معجونه، درت شويه ديال الحبه السوداء خوتي تتعجبني، تتجي زوينه في هاد بحال هاد الخبيزات. الملحه، شويه ديال الملحه، وغنعجن بالماء دافي، يعني عجينه عاديه اللي كنعجنوها جميع. غندلك هاد العجينه مزيان كما تتشوفوا، وما حديت ندلك فيها وتنزيد شويه ديال الماء، وهي غدا وكتطلق، هي غدا تطلق حتى كتولي عجينه مطلوقه مرخوفه رطبه. هانتوما خوتي خواتاتي، انا غادا معاها دقه دقه تندلكها بشوي بشوي. مره مره تنزيد شويه ديال الماء. العجينه صافي ها هي كملت اخوتي. غندير عليها واحد شويه ديال الزيت، شويه ديال الزيت باش ما تلصقش ليا. صافي وغنديرها في واحد الطاسه باش تطلق ليا، ولا الميكا ولا الفلفل ماك ولا السلوفان. المهم انا العجينه دائما تنحطها في الطاسه وتنغطيها طويصه بغلاقه، تنديرها فيها تخمر تترطاب بخير. العجينه هي دابا هي رطابت شويه، ارتاحت. غنهزها دابا، غادي نقسمها خوتي على جوج قطعات ولا ثلاثه. تنقرص بالفينو ماشي بالفورس. كما شفتوا خوتي خواتاتي، العجينه قطعتها على جوج كرات، وغادي نقطعها بالسيركل. اللي ما عندوش السيركل غيقطعها بحال الشكل ديال المسمن، سميتهم كويرات صغيورين ويقرصهم. اللي عنده هاد السيركل باش يقطع به، يعني تيسهل شويه. والعجينه راها مطلوقه مرخوفه كيف ما تتشوفوا، راه خفيفه، يعني باقا كتدير كتلصق شويه، يعني تكون باش حيت راكم عارفين البطبوط كيبغي العجينه ديالو تكون مرخوفه. وما نكثروش فيها الدقيق، لان هذا الفينو الا كثرناه تيقصح لينا الخبيزات. صافي دابا دوك الخبيزات اللي قطعناهم تنقرصوهم واحد شويه وتنديروهم يخمروا. نديروا واحد الزويف نفرشوه ونحطوهم فيه يخمروا عادي بحال اي خبز. ودوك الجوانب اللي تيشيطوا ملي تنقطعوا العجينه تنعاودوا تنديرهم كويرات وتنديروا في ميكا وتنخليهم ثاني تيطوعوا تيرخافوا عاوتاني، ونعاودوا ثاني نسرحوهم ونقطعوهم، ما نخليهمش يضيعوا. دابا خوتي غادي ندوز للقرصه الثانيه، غادي نسرحها وغادي نقطعها حتى هي نفس المشكل، نفس الطريقه اللي درنا الاولى غنديروها للثانيه.
والعجينه من نطلقوها ما تكونش باقا غليظه، شويه ما تكونش رقيقه ما تكونش غليظه، بين وبين باش ما يجيوناش الخبيزات فيهم البابه لداخل، ما يجيوناش غلاظ، يكونوا ديال العماره. كما كتشوفوا دابا هاد الجوانب غادي نجمعهم، غندير لهم كويره تا هما وغنديرهم في الميكا، نخليهم يرطابوا باش منين بغيت ثاني نسرحها نلقاه رطابت، من نجي فين نكمل هادو نلقاه رطابت ليا. صافي دابا غندي هاد الخبيزات تا هما نديرهم في يخمروا. صافي دابا انا نبقى في نفس الطريقه تنكمل. غادي ندوز لسميتو، غندوز للعماره. انا درت خوتي البصله قطعتها مزيان شلطتها ودرت شويه ديال الزيت في المقله، وغادي نشحرها مزيان حتى تبدا طيح، وغنزيد عليها الدجاج تا هويا. الدجاج ها هو خوتي اللي قطعته تا هو طريفات رقيقين، درتو على البصله باش يطيب ليا تا هو الاول. هذه خوتي الفلفله تا هي زبدتها عاوتاني واحد الفليفله زدتها عليهم، اللي ما باش يديرها ما يديرهاش عادي. هذا الربيع قزبر ومعدنوس واحد المعلقه، سكينجبير، زعفران، شويه ديال الملحه، شويه ديال البزار. غنخليهم يتشحروا بشوي بشوي. من بعد ما طابت ليا الحشوه خوتي درت فيها زدت عليها الشعريه الصينيه، واللي عنده حتى الزيتون مقطع يزيدو تا هو، انا ما واجدش عندي في الدار خوتي. دابا خوتي سالينا الحشوه طيبناها، غادي ندوز نطيب البطيبيطات دياولي كما تتشوفوا هما تنطيب فيهم، جاو زوينين. شفتوهم كيفاش تيتنفخوا، وراه دغيا تيطيبوا صغيورين المقله تتهز بزاف دغيا تيطيبوا، ما تيعطلوا ما والو سالين، كيطيبوا خطره وحده.
ايوا صافي دغيا تنخوي المقله تنعمرها كطيب. صافي دابا الحشوه هي واجده خوتي خواتاتي. الخبيزات واجدين. دابا غنبدا نعمر فيهم. صافي طريقه سهله. غادي نهزو غادي نعمرو. واللي بغى يدير فيهم شويه ديال الفرomاج يديرو عادي كيجيو زوينين. اللي ما بغاش بحال بحال عادي. المهم الانسان تيقضي باش ما كان عنده في الدار، اللي كاين في الدار تيقضي به. ماشي ضروري بنادم يشرط على نفسه. اللي كانت كيقضي بها الانسان. خوتي خواتاتي اللي عجبكم الفيديو ما تنساوش الدعم ديالكم، ما تنساوش اللايكات. الله يحفظكم ليا والله يخليكم ليا. والناس الجداد كنقول لكم مرحبا بكم في القناة و100 ألف مرحبا. وما تنساوش تابوناو في القناة. وبسلامة عليكم، نتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله.